مفيش حد مننا ما حسش بالملل وفقدان الشغف تجاه اي حاجه في حياته، وده شيء طبيعي جدا، بس بيكون صعب على الانسان انه يعيش الشعور ده، وده بسبب انك مش لاقي اي حاجه تكون دافع ليك انك تمشي وتكمل في الحاجه اللي انت بداتها. كمان في اسباب كتير جدا هي اللي بتوصلك انك تكون في الحاله او الشعور ده. بتلاقي الاف من الفيديوهات والمقالات اللي بتقولك ازاي تقدر تجدد الشغف بتاعك او تتخلص منه، بس مفيش حد قالك عن الاسباب اللي ممكن فعلا تخليك توصل للحاله دي، واللي لو عرفتها ممكن تمنع من وصولك للشعور ده اساسا. بعد بحث كتير قوي لقينا ان معظم المقالات او الفيديوز اللي اتعملت عن الموضوع ده كل الكلام بيكون متجه ناحيه 4 اسباب رئيسيه بتكون هي السبب اصلا انها تخليك توصل لمرحله انك تفقد الشغف ناحيه اي حاجه في حياتك. السبب الاول هو الملل، وده يعتبر من اشهر انواع المشاعر اللي ممكن اي انسان يحس بيها، واللي مفيش اي حد محسش بالشعور ده تجاه اي حاجه بيعملها. ده غير انه لما بيجي لاي انسان بيكون بشكل تدريجي قبل ما يبدا يقلب حياتك بالكامل للون الرمادي، والشعور ده ما بيجيش غير لما تكون شايف ان كل حاجه في حياتك شبه بعضها، مفيش اي جديد بيحصل. بس الكويس في الموضوع ده هو انك سهل انك تعالج حاجه زي كده، وده بيكون عن طريق انك تحاول تشغل نفسك على قد ما تقدر وما تخليش دماغك تسرح بالتفكير لبعيد ويبدا يتخيل اي سيناريوهات مش واقعيه، لانك لو اديته الفرصه دي فمش هيسيبك الا لما يوصلك لمرحله فقدان الشغف فعلا. السبب الثاني هو التوقعات الغير واقعيه. رغم انك لما تتوقع اي حاجه في مجال شغلك او حياتك وتكون بعيده شويه عن الواقع بيكون ليه تاثير ايجابي، الا ان التوقعات الغير واقعيه تاثيرها ممكن يكون معاكس تماما على حياتك وشغلك. وكمان لما بتكون حاسس بخيبه الامل ناحيه التوقعات اللي انت حطيتها وما عملتهاش بيأثر بشكل كبير على نظرتك لنفسك وللحياه بعد كده، واللي بينتج عنه فقدان الامل والشغف ناحيه حياتك كلها. السبب الثالث هو الاجهاد. لما بتكون شغال على مشروع معين مهم جدا بالنسبة لك أو بتذاكر عشان امتحان عليك، بتبدأ تطبق باليوم والاتنين عشان تنجز في الحاجة دي، وتكون مفكر إنك كده بتعمل الصح وإنه مفيش وقت إنك تنام، وتبدأ تجهد جسمك وعقلك بشكل أنت مش متعود عليه، فللأسف ده بيكون له نتيجة غير اللي أنت متوقعها تماما. يعني لو مستني إنك تركز في حاجة سواء شغل أو في امتحان، فتركيزك مش هيكون كبير أو بالدرجة اللي أنت منتظرها بناء على المجهود اللي أنت عملته، وده بسبب ان عقلك وجسمك ليهم حق عليك لازم تعمله، والا مش هتلاقيهم في الوضع الطبيعي اللي انت متعود عليه، فبالتالي ده بيخليك تحس بالاحباط وانك مش قادر تنجز او توصل لاي حاجه، فبالتالي بتفقد الشغف ناحيه حياتك. السبب الرابع هو عدم وجود اي تقدم في حياتك. سنة 1976 كان في 8 متسابقين على نهائي سباق ال100 متر، واللي حصل على المركز الأول فيهم كان أسرع بعشر من الثانية عن اللي حصل على المركز الثاني. بالرغم من الفرق البسيط في السرعة إلا إنه خلاه يوصل للمركز الأول. اللي عايز أوضحه لك من المثال ده هو إن ممكن يكون في تقدم في حياتك حتى لو كان بسيط أو أنت مش ملاحظه، إلا إن التقدم ده موجود فعلا. لكن المشكلة هنا في إنك لما بتكونش شايف التقدم ده بتقف وما بتكملش الحاجة اللي أنت بدأتها. وخليك متأكد إن أي رقم أيا كان هو أفضل من الصفر، فشيء ما خير من لا شيء. أي تقدم ولو بسيط هو أحسن من إنك تقف مكانك، لأنك لو وقفت وفضلت تبص على اللي فات من حياتك سواء وقت أو مجهود أو حتى عمر، فهتحس بأكبر أنواع المشاعر اللي ممكن تضر حياتك، واللي هي فقدان الشغف. إنك تفقد الشغف ده شيء طبيعي، لكن إنك تفضل مخلي الشعور ده مأثر عليك ده شيء يرجع لك، وخاصة بعد ما عرفت الأسباب اللي ممكن تخليك توصل للحالة دي. فخلي عندك يقين وأمل في ربنا، ولما تاخد بالأسباب المتاحة ليك هتقدر إن شاء الله إنك ترجع لحالتك الطبيعية وأحسن كمان. كان معكم محمد صلاح. سلام عليكم.